السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا أجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة وتعود علينا الأيام جميعا وإحنا في أحسن حال. هنعمل مع بعض بقى كده الفشة المحمرة بطريقة جميلة جدا وحلوة وسهلة ومكونات بسيطة. يعني وانت بتاكليها كده يعني هتشوفي الاختلاف اللي بينها وبين أي طريقة تانية. فالطريقة دي هتعجبك جدا جدا والطعم حكاية. يلا بقى بينا. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونخش نشوف الطريقة. أنا جبت بقى إيه نص كيلو فشة، يعني عشان أنا اشتقت لها فأنا قلت إيه أجيب نص. فالفشة بقى لما تروحي تشتريها تاخديها كده اللون الوردي مش اللون الغامق. اللون الغامق دي خلاص تبقى ايه مش حلوة مش طازة، يعني ومش طعمها مش هيبقى حلو. فخدتها بقى كده على الحنفية مرتين ثلاثة الأول كده، غسلتها غسلتين حلوين قوي. نزلت بقى منها الحاجات البيضة دي والحاجات اللي ايه اللي هي بتبقى لزجة. بعد كده بقى رشيت عليها شوية دقيق كتير، وحطيت عليها كمان ليمونتين عصرتهم، ودعكت برضو تاني مرتين ثلاثة عشان ايه أأكد بإن ما فيهاش زفارة. بعد كده غسلتها برضو تاني تحت الحنفية وايه، وجبتها بقى كده عشان ايه نعملها مع بعض. جيبي بقى الحله اللي انت هتعملي فيها، بس الحله لازم اللي انت هتعملي فيها تكون اكبر من الكميه اللي انت جايباها. ليه؟ لان الفشه بتبقى ايه عايمه على الوش ما بتنزلش تحت. سخنيها بس شويه ما تسخنهاش قوي، وتروحي بقى نازله بالفشه كده عليها من غير حاجه. اديها صدمه بس وسيبيها كده على وشها، ده الوش اللي انت نزلتيه عليه. بعد كده حطي بقى عليها ورقتين لورا، واحدة قرفة، وواحدة قرنفل، فص مستكة، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة سكر مش ملح، طماطماية صغيرة، بصلاية صغيرة، قطعة جنزبيل فريش، فص توم، نص ليمونه متقطعه. بس الحاجات دي ايه هنحطها مع بعض يعني بعد ما احنا نقلبها على الوش التاني. لكن اللي حطيناه في الاول اللي هو اللورا والقرفه والقرنفل والمستكه والحبهان ومعلقه ايه السكر. نزلنا بقى عليها بايه بعد ما قلبناها على الوش التاني بميه مغليه، علشان انت لو نزلت عليها بميه ساقعه هتاخد وقت معاك كتير. وبعدين احنا حطينا لها برده معلقه السكر عشان دي بتسرع من ايه من السوى بتاعتها. بعد بقى كده زي ما قلت لكم ان انا نزلت بقى عليها بالطماطمايه اللي متقطعه دي قطع، وليمونه متقطعه 4 برضو تربع، وبصلايه برضو كبيره كده متقطعه، وقطعه الجنزبيل الفريش. لو ما عندكيش فريش حطي ايه يعني بودر، وفص ثوم وايه ونص الليمونه. خلاص على كده. دي بقى ايه بتزيد من ان ما تكونش فيها زفاره، وهتشم ريحتها وهي بتتسلق معاكي خطيره. هتنزليها بقى بالمعلقه كده مرتين ثلاثه علشان ايه يعني تغير لونها مع الميه. وبعد كده خلاص كده بعد ما ايه نزلتيها مرتين ثلاثه هتجيبي بقى الغطا وتغطيها نص، يعني توار بالغطا بس سنه، ليه زي ما انا قلت لك ان هي بتفور. فلما بقى تغلي وتلاقي بقى كده هتفور خلاص، يبقى ايه وطي عليها بس البوتاجاز شويه مش قوي. ليه بقى؟ لان النار الهاديه لعلمك بتسوي الاكل احسن من النار العاليه. وبعدين كل شويه ايه تعالي اختبريها بقى بايه بشوكه، مش تختبريها بالسكينه. ليه بقى؟ لان السكينه هتخش فيها يعني ايه مش هتعرفي ان استوت ولا لا، لكن الشوكه بتعرفك ان هي فعلا استوت ولا لا. انا بقى لما لقيتها نقصت الميه وكانت لسه ما استوتش زودت لها برده ميه مغليه. يعني ايه كل ما تنقص معاكي ولقيتيها لسه عايزه ميه حطي ميه مغليه. اخر بقى حاجه خلاص اختبرتها بالشوكه لقيتها فعلا استوت خالص. ايه ورحت بقى ايه طفيت عليها، حطيتها بقى في مصفى تتصفى شويه وتبرد سنه يعني بعد ما خلاص كده حسيت انها استوت طفيت عليها وحطيتها في المصفى عشان ايه تبرد وتصفي الميه اللي فيها. قطعيها بقى بالايه بالحجم اللي انت عايزاه، يعني عايزاها طرنشات رفيعه، عايزاها قطع كده صغيره زي ما انا بقطعها، يعني الحاجه اللي تريحك. خلاص كده حطيناهم بقى على جنب. بعد كده بقى عملنا ايه؟ جبنا بقى بصلتين كبار قطعناهم كده جوليان، حطيتهم في بولة، وحطيت عليهم بقى ايه ملح فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، نص معلقه قرفه، وربع معلقه جنزبيل. دعكتهم بقى دول الاول مع بعضهم كده لحد ما تلاقي ايه يعني الميه اللي في البصل دي طلعت معاكي كده وايه وكلها اتجنست مع بعض التوابل مع البصل. وزي ما قلت لك البصل جوليان رفيع، يعني ايه يعني طرنشات رفيعه علشان ايه ما ياخدش معاكي وقت كتير في السوا. انا مش عايزاه يدبل او ياخد وقت في السوا.
نزلت بقى عليهم بعد ما دعكتهم بايه بقى، نزلت عليهم بالفشه بعد ما قطعتها. وانتوا شايفين بص ده نص كيلو زي ما انا قلت لكم كده. قلبيهم بقى مع بعض كلهم كده، هتلاقيهم ايه شربوا مع بعض ايه التتبيله دي كلها، البصل والتوابل والفشه شربوا بقى مع بعض. بقت ريحتها خطيره، عايزه اقول لك يعني وانا بقلبهم كده مع بعض الريحه جميله جدا. جبت بقى طاسه، حطيت فيها معلقتين سمنه بلدي، ولو ما عندكش سمنه بلدي حطي المتاح عندك، ومعلقتين زيت كبار. حطي بقى فص حبهان برضو عشان ايه تديكي ريحه وانت ايه بتحمريها كده. يا دوبك بس كده هيسيحوا مع بعض السمنه والزيت، ونروح نازلين بايه بقى بالفشه بالبصل اللي احنا دعكناه. وانت بقى بتنزليه كده الزيت السمنه والزيت طبعا حامين قدامك، هتلاقي بقى ايه طلعت الريحه كده قدامك، ريحه جميله جدا وحاجه يعني ايه تفتح النفس. سيبيهم بس الاول بقى كده يعني فرطيهم من بعضهم وسيبيهم الاول كده عشان ياخدوا الصدمه، وبعد كده ايه تروحي مقلباهم يعني بعد دقيقه كده وروحي مقلباهم. انا بقى مش عايزه البصل يدبل زي ما انا قلت لك، عايزاه يبقى فيه قرشه كده جميله، لان الحاجات دي لما بتبقى فيها الحاجه كده لسه فيها قرشه بتدي طعم حلو، ما بتبقاش مستويه على الاخر. بعد كده كنت بقى عامله ايه بقى فلفل الوان مقطعاه صغير زي ما انت شايفاه كده، وحاطه فيه قرن فلفل حامي، بيديه طعم جميل جدا وبيبقى سبايسي كده حلو قوي. لو انت برضو مش عايزه الفلفل الحامي ده استبعديه، او عايزه تحطي شطه باودر برضو براحتك، بس ايه الفلفل الحامي ده بيديها طعم حلو قوي. برضو تقلبتين ثلاثه كده زي ما انت شايفاهم، يعني برضو مش عايزه الالوان بتاع الفلفل كده تروح. خلاص ما خدتش دقيقتين وايه وطفيت عليها. هاتي بقى العيش الحلو الجميل بتاعك بقى كده بتاع السندوتشات اللي هو ايه الشامي الصغير او البلدي المتاح برضو عندك. حطي بقى ايه الرغيف كده يعني اتنين اللي جوه، وحطي بقى اللي انت ايه عايزاه، حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. بصي نص كيلو يعني مديانه ايه كميه كبيره ويعني ووفيره جدا. حطيت بقى جرجير، وكنت انا عامله سلطه طحينه برضو كانت ادت طعم حلو قوي. حطيت بقى معلقه الفشه كده بالتوابل بتاعتها بالحاجات الحلوه ديت، وحطيت بقى عودين الجرجير وعليها معلقه الطحينه. يعني زي ما بقولك بقى كده يعني ايه بقت كميه كبيره. بصي وساندوتش مليان يعني حاجه يعني واخده ايه راحتها في الحاجه، يعني اللي هي الحشو دوت واخده راحته قوي. ويعني وخدت كميه كبيره، بس انا ما حشيتش كله لان اللي حشيته قدامكم دوت على قدنا، والباقي ايه يعني لسه موجود يعمل كمان حوالي 3 رغيفه. جميلة جدا والطعم بقولك حكاية، والطريقة حلوة جدا وسهلة يعني، وممكن تكون يعني غير أي طريقة أنت كنت شفتيها قبل كده. وبعدين دي فشة بس لوحدها يعني مش حلويات المذبح ولا حاجة. جميلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله، وجربوها والطعم حكاية، واللي ما كانش بيحب الفشة هيحبها بالطريقة الحلوة ديت. وتقولوا لي برضو ايه رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله تعجب الكل بإذن الله. واللي أول مرة برضو يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ما تنسوش اللايكات يا حبايبي، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.